الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المعصوم من الخطأ والشهوات، المبرأ من الهوى والمنزه عن النزغات والخطرات، شمس الدجى وقمر الليالي الحالكات، الفصيح لسانه وبلسانه يتكلم أهل الجنات، القوي بيانه وبتبيانه تندفع المعضلات، المحمود اسمه وباسمه تستمطر الرحمات، صلى الله عليه عدد ما في الكون من معلومات، وما خطه القلم من كلمات، ما دامت الكواكب في أفلاكها والنجوم سابحات. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالمرء يعجز عن إصلاح ما فسدا. تأسيا بالأدب الرفيع الذي أمرنا به رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. وإذا كان هذا المعروف هو العلم فإن واجب الشكر يصير حتميا. انطلاقا من ذلك واعترافا بالجميل وإقرارا بالفضل، يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان وجزيل التوقير إلى أستاذ العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أسامة أحمد شوقي المليجي، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة القاهرة العامرة، لتشريفي بقبول الإشراف على هذه الرسالة، لأنال فخرا وعزا لا تصفه الكلمات ولا بليغ العبارات. فهو الذي أسرني بسعة علمه ورقة تعامله، وتعهدني بتقديم النصيحة والمشورة، ولم يضن علي بنصح ولا إرشاد، في مودة شديدة وحب جم، فهو ينزل طلابه من قلبه منزلة أبنائه، فأسأل الله أن يبارك في عمره، وأن يعلي في العالمين ذكره، وأن يجزيه عني وعن طلبة العلم خير الجزاء وجزيل العطاء. كما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وكمال الحب والتوقير إلى معالي الأستاذ الدكتور علي رمضان علي بركات، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة بني سويف، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الفيوم، لتفضل سيادته بقبول المشاركة في لجنة الحكم والمناقشة على هذه الرسالة، وتحمل عناء قراءتها وتصويب أخطائها، وتقديم عصارة علمه وخبرته، وإبداء ملاحظاته القيمة التي ستزيدها نقاء وقيمة لتظهر في أبهى صورة، فجزاه الله خير الجزاء وبارك في علمه ووقته وعمره. كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان وجميل الامتنان إلى معالي الأستاذ الدكتورة سحر عبد الستار إمام، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، لتكرمها بقبول المشاركة في لجنة الحكم والمناقشة على هذه الرسالة، وتحمل عناء قراءتها وإبداء ملاحظاتها القيمة وآرائها السديدة التي سأستفيد منها عظيم الفائدة، فجزاها الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتها. وخالص الشكر لمن أسدى إلي معروفا أو قدم لي نصحا أو مد يد العون والمساعدة، وأشكر لحضراتكم إتاحة الفرصة لتقديم عرض موجز عن أهمية موضوع الرسالة وأهم النتائج والتوصيات. وأبدأ ذلك بالقول: إن وظيفة القضاء جليلة المكانة عظيمة القدر، إذ بواسطتها تؤدى الحقوق ويدفع الظلم ويتقرر الحق لأهله، ويحمل القاضي هذه الأمانة العظيمة، فشخصيته تعد المحور الأساسي في تحقيق العدالة. ولكون القاضي بشر غير معصوم يخطئ ويصيب ويعتريه ما يعتري غيره من مشاعر الحب والبغض والكراهية والميل، فقد يحدث منه خطأ في أثناء قيامه بوظيفته. ولما كان المنطق القانوني يقضي أنه لا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمخطئ، فقد نظمت التشريعات الحديثة ومنها التشريع اليمني الجديد مسألة مخاصمة القضاة مدنيا عن خطئه وتعويض من تضرر من ذلك الخطأ عبر طريق خاص أطلق عليه دعوى المخاصمة، واعتبر الخطأ المهني الجسيم للقاضي أحد أهم حالاتها، وهو موضوع هذه الدراسة. ويعد موضوع الخطأ المهني الجسيم للقاضي كسبب لرفع دعوى المخاصمة من الموضوعات المهمة في قانون وفقه المرافعات، وتظهر أهميته في النواحي الآتية: 1. أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها، كون أحد أطرافها القاضي يختص بوظيفة مقدسة تضفي على القائم بها المهابة والاحترام، وتمنح له الحصانة من المساءلة، علاوة على أنه لا يتصور وقوع الخطأ المهني من جانبه،
نظرا لحسن إعداده وتكوينه العلمي والقانوني، وهذه الدعوة تفترض قيام مسؤوليته على سبيل الاستثناء في حال ارتكابه ما يجيز مخاصمته ومساءلته. ثانيا أن رفع دعوى المخاصمة هو الطريق الذي رسمته معظم التشريعات للمتضرر من خطأ القاضي لطلب التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الخطأ. ثالثا أن حالة الخطأ المهني الجسيم موضوع هذه الدراسة تعد من أهم الحالات التي يستند إليها رافع دعوى المخاصمة، كونها لا تتطلب إثبات العمد أو توفر سوء النية من جانب القاضي، فيلجأ في الغالب من تضرر من خطأ القاضي إلى التمسك بحالة الخطأ المهني الجسيم كسند لرفع دعواه للمطالبة بالتعويض. وتهدف هذه الدراسة إلى عدد من الأهداف، منها استظهار مفهوم الخطأ المهني الجسيم وذاتيته وإبراز معالمه وصوره، وكذلك العمل على نشر الوعي القانوني من خلال مناقشة النصوص المنظمة لرفع دعوى المخاصمة مناقشة علمية للكشف عن المراد بمصطلح الخطأ المهني الجسيم، والمساهمة في تزويد المكتبة القانونية اليمنية ببحث علمي متواضع يتناول فيه الخطأ المهني الجسيم كسبب لرفع الدعوى مقرونا بالاجتهادات القضائية المتعلقة به. وقد اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن في بعض الأحوال، وذلك عن طريق جمع المعلومات من المؤلفات العامة في فقه وقانون المرافعات، ومناقشة آراء وأفكار الفقهاء، وتحليل النصوص القانونية والمبادئ القضائية مستعينا بآراء الفقه مع مقارنة بسيطة بأحكام الشريعة الإسلامية على حسب الحاجة وبقدر المستطاع. وقد أظهر البحث عددا من النتائج والتوصيات نذكر أهمها في التالي. واحد، أن دعوى المخاصمة، أولا النتائج، أن دعوى المخاصمة تعد دعوى مسؤولية مدنية يرفعها أحد أطراف الخصومة ضد القاضي الذي نظرها أو فصل فيها عند تحقق أحد الأسباب التي نص عليها القانون، وذلك من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برافعها وإلغاء الحكم أو القرار الصادر منه. ثانيا، أن المشرع اليمني ونظيره المصري قد اعتبر دعوى المخاصمة دعوى شخصية ترفع ضد القاضي بشخصه، ويمثل طرفا أصيلا فيها بصفته مدعى عليه، ويتحمل آثارها في حالة قبولها، ويلزم بدفع ما يحكم به من تعويض من ماله الخاص. ونظرا لاعتبارها دعوى شخصية، فقد حظر المشرع اليمني فقط رفع الدعوى ضد القاضي بعد وفاته، إذ يشترط لقبولها أن يكون القاضي المخاصم حيا كونها تسقط بوفاته. ثالثا، أن الخطأ المهني الجسيم للقاضي كسبب لمخاصمته يقصد به وقوع القاضي في الإهمال المفرط في موطن الحذر والحيطة، والجهل الفاضح بمبادئ القانون وأبجدياته في موقع العلم والتبصر، والغلط الفاحش أو الإغفال غير المغتفر للوقائع أثناء نظر الدعوة مما يلحق الضرر بالمتقاضي ويسيء لسمعة القضاء. رابعا، أن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح أن يكون سببا لرفع دعوى المخاصمة يشترط فيه أن يتصف بالجسامة ويمثل أعلى مراتب الخطأ، وأن يكون ذلك الخطأ مقترنا بالإهمال غير العادي أو الناتج عن الجهل الفاضح، بحيث يصعب تصور وقوعه من قاض حريص حصيف متبصر عالم بالقواعد القانونية وأصول العمل القضائي. أما الأخطاء التي لا ترقى إلى درجة الجسامة ولا تبلغ حدا فادحا في الإهمال وعدم التبصر فلا تنهض سببا للدعوى، ويكون الطريق الصحيح لمعالجتها هو سلوك طريق الطعن. ثانيا، التوصيات. أدعو المشرع اليمني إلى إعادة النظر في نص الفقرتين 1 و2 من المادة 153 التي تقضي بوجوب حبس المدعي في حالة عدم قبول دعوى المخاصمة من ناحية الشكل أو في مرحلة الفصل في الموضوع، بحيث يتم الاكتفاء بمصادرة الكفالة والحكم بالتعويض إن كان له وجه مسوة بالتشريعات المقارنة، أو جعل عقوبة الحبس أمرا جوازيا يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تنظر الدعوى، فإذا رأت أن المدعي قد تعسف في استعمال هذا الحق تحكم به. أما إذا لم يكن هناك أي تعسف أو لذذ في الخصومة فينبغي أن تكتفي، أو ندعو المشرع اليمني أن يقرر الاكتفاء بالمصادرة الكفالة والحكم بالتعويض. ثانيا، أوصي المشرع اليمني بتعديل نص المادة 156 مرافعات، ويكون ذلك بالنص على جواز رفع دعوى المخاصمة في حالة الخطأ المهني الجسيم حتى بعد وفاة القاضي، وأن يقرر أنه في حالة ثبت خطأ القاضي المتوفي في عمله الذي خصم بسببه فإنما يحكم به عليه تتحمله الدولة بدون أن ترجع على ورثة القاضي، وذلك من أجل ضمان حقوق المتقاضين وحماية مكانة القضاة وصيانتها حتى بعد وفاتهم، بحيث تصير صياغة نص المادة: لا يجوز رفع دعوى مخاصمة ضد قاض أو عضو نيابة بعد وفاته إلا في حالة الخطأ المهني الجسيم، فيجوز رفعها، وفي حال الحكم بصحتها تتحمل الدولة مبلغ التعويض المحكوم به. ثالثا، أقترح على المشرع اليمني
أن يعدل نص المادة 155 مرافعات المتعلقة بميعاد رفع دعوى المخاصمة، ويكون ذلك بمده سنة بدل 30 يوما، وذلك لأنه حدد ميعادا قصيرا قد لا يستطيع رافع الدعوى التمكن خلال هذه المدة من تجهيز أوجه دفاعه وأدلته التي تؤيد موقفه. وأقترح أن يكون تعديل النص وصياغته على النحو الآتي: لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور سنة تبدأ من تاريخ العلم بقيام سبب المخاصمة. وفي الختام اسمحوا لي أن أقدم باقات شكر وتقدير. أما الباقة الأولى فأقدمها إلى من تشرفت بحمل اسمه وسقاني من حوض حنانه وينبوع حبه كأسا من الود صافيا، من حمل عني ثقل الحياة ولا زال يرعاني بجميل حبه ونبل مشاعره، من أعجز عن وصفه أو رد بعض جميله، أبي الحبيب، وأطال الله في عمره. وكذلك إلى أمي الغالية صاحبة المقام الكريم، من علمتني أن أخطو أولى خطواتي نحو الحياة، من رأيت صدق الحب يشع من عينيها حين ترمقني بنظرة تحمل صدق الحب والحنان، وأقول لهما: أطال الله في عمركما، ولكم تمنيت أن يكونا معي في مثل هذا اليوم، لكن نار الحرب والبعد والغربة حالت دون ذلك، ولسان حالي يقول لهم: إلى أبت الذي ربى وعانى وعلمني وأدبني زمانا، إلى أمي التي سهرت وعانت، لك أخطط في العليا مكانا. البطاقة الثانية إلى صاحب الفضل علي بعد الله، أستاذي فقيه قانون المرافعات، الهامة العظيمة والقامة الشامخة، دكتورنا الحبيب أسامة أحمد شوقي المليجي، الذي طالما افتخرت بإشراف سيادته على أقراني من الباحثين، كيف لا وهو معلم الأساتذة وأستاذ المشرفين، وأزعم صادقا أني قد حفظت اسمه قبل أن أراه، وتعلمت من مؤلفاته قبل أن أتتلمذ على يديه، وحالي وحاله كالبحر يمطره الغمام وما له فضل عليه لأنه من مائه، فقد كان لي نعم الموجه والمعلم، فما قصدته في أمر أو مسألة إلا وأخرج من عنده وأنا مسرور الخاطر، فأقول لسيادته في هذا المقام: ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. الباقة الثالثة إلى من أشرف بالانتساب إليه، بلد اليمن الحبيب ومهد الحضارة والتاريخ، من عصفت به الفتن وانتشر في رباب الموت والشر والعفن، نقول: دمت للتاريخ محرابا مهابا، يمنا تزهو به العرب انتسابا. أسأل الله أن يصلح حال أهلها وأن يهديهم إلى طريق السلم والأمن والأمان. ولسان حالي يقول: منذ الولادة لو خيرت في وطني لقلت يا أيها الدنيا أنا يمني. الباقة الرابعة إلى مصر وأهلها الكرام، مصر التي نعيش فيها وتعيش فينا، نقيم على أرضها وأهلها يسكنون قلوبنا، فأهلها كرام وعلماؤها عظام، فلهم ولها كل التقدير والاحترام. وأصدق التحية والسلام سلام قاله الله السلام، ادخلوها بسلام آمنين. قارنت مصر بغيرها فتدللت، وعجزت أن أحظى لها بمثيل، رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل، يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل. أما الباقة الخامسة فأوديها إلى رفيقتي وصديقتي وأم أولادي، نهر الوفاء المتدفق وعنوان التضحية الصادقة، زوجتي العزيزة، لما بذلته معي من جهد في أثناء إعداد هذه الدراسة، وكذلك إلى فلدة كبدي ونور عيني وبسمة فؤادي، حلم الجميل الذي من أجله وله كل حصاد حياتي، ولدي الحبيبين مجد الدين وأحمد الذين قصرت في حقهم كثيرا في إعداد هذا البحث. أما الباقة السادسة فهي مهداة للسادة الحضور الذين أبوا في هذا اليوم المشهود وفي هذه اللحظات البهيجة إلا أن يكونوا من روادها، أشكرهم من أعماق قلبي، وتقف كلماتي عاجزة عن ثنائكم لوقفتكم وتكلفكم عناء الوصول ومشقة السفر بحضور هذه المناقشة العلمية، فلكم مني كل الحب والتقدير وجلال الشكر والتوقير، وأرحب بكم كل باسمه وصفته قائلا: يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس والمقل، قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد. السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة الأجلاء، أرحب بكم مرة أخرى، فأنتم نعم الضيوف، جئتم حاملين لي الهدايا الثمينة، فملاحظاتكم تمثل لي أفضل الهدايا، فرحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، طرحت بين أيديكم ما دونه قلمي وهداني إليه تفكيري، ولكم تمنيت أن يكون بحثي أفضل مما كان، ولكنه جهد المقل، فإن كنت قد أصبت فلله الحمد والمنة،
وإن لم أكن كذلك فحسبي أني قد بذلت جهدي واستفرغت طاقتي وعزائي، أنه عمل بشري لا حظ فيه للعصمة، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. لكن ما أستطيع أن أجزم به أنني قرأت أكثر مما كتبت وكررت وعدلت لعلي أن أقدم عملا مقبولا لديكم يحوز على إجازتكم ويحقق طموحي ويشبع رغبة في نفسي. ولكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هيئة الحكم الموقرة، إن الموضوع المعروض على سيادتكم للحكم عليه في هذه الجلسة المباركة لا نزاع على وجود الخطأ فيه ولا أدعي الصواب، فالكمال لله وحده، بل أقر إقرارا قاطعا بوجود التقصير، ولعل ذلك الإقرار داعيا للرأفة وعذرا مخففا لديكم، فالاعتراف أول خطوات التصحيح، والمجتهد مأجور وإن أخطأ. أضعه بين أيديكم وكل آذان صاغية بقلب مفتوح لتعديلاتكم وملاحظاتكم الكريمة، ويحدوني الأمل أن تقبلوه مني وألتمس قبوله سائلا للمولى عز وجل التوفيق والسداد. أشكر لكم حسن استماعكم وأعتذر عن الإطالة وعن أي خطأ غير مقصود، ويشكركم قلبي قبل لساني، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة معهد البحوث أعضاء ودكاترة وطلابا وزملاء وباحثين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.